شهد الوسط الفني جدلا حادا بين الفنانتين دنيا بوطعزوج وفاطمة والشاي، وذلك بعد تصريحات الأخيرة حول مسألة تكرار ظهور بعض الفنانين في الأعمال الرمضانية. وأوضحت والشاي أن كثرة الظهور قد تفقد الفنان قيمته، مشيرة إلى أن الجهد الكبير قد ينهك الفنان حتى أثناء التصوير. ردت دنيا بوطعزوج بقوة على هذه التصريحات، حيث اعتبرتها هجوما غير مبرر، خاصة وأنها تعرضت مؤخرا لأزمة صحية أثناء التصوير، وأعربت عن استيائه قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل. وأضافت أنها كانت من دعمت وجود والشاي في عمل مشترك سابق، مما زاد من حدة النقاش. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عبرت بوطعزوج عن شعورها بالخذلان من بعض زملائها في الوسط الفني، مؤكدة عبر خاصية ستوري على انستغرام أن هذه المواقف تعكس غيرة وكراهية من بعض الفنانين، وقالت: يد الله فوق أيديكم والعالمية تنادي. أثار هذا الجدل انقسامات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعم البعض والشاي في ملاحظتها حول أهمية التوازن في ظهور الفنانين، بينما تعاطف آخرون مع بوطعزوج في موقفها، وتمنى الكثيرون انتهاء الخلافات للحفاظ على الأجواء الإيجابية داخل الوسط الفني.